انا تقريبا عملت كل حاجه حرام بعدين برجع اندم. يا نهار اسود. ازيك يا معتز؟ كله فل. اخبارك ايه؟ كله حلو. عندك كام سنه؟ 16 وهتم 17 قريب. سؤال من 4 كلمات تختار منهم واحده، مين اللي فيهم كانت مأثره عليك قوي من طفولتك لحد دلوقتي؟ الضرب، الشتيمه، النقد السلبي، الحمايه الزايده. ولا واحده من دول، ولا واحده. اوكي طيب قول لي يا معتز، لو قلت لك ابعت مسج لنفسك على الموبايل دلوقتي تكتب لها ايه؟ كمل على الطريق، كمل في الطريق اللي انا فيه، كمل يعني في الطريق اللي انا فيه. ايه لحد دلوقتي في الحاجات اللي انت عايزها من حياتك مرضيه بالنسبه لك بنسبه كام في المية؟ 30% مثلا. كم؟ 30%. 30. لو بكره اخر يوم ليك في الدنيا تحب تقضيه مع مين؟ مع مين؟ اكيد هقضيه مع اهلي، بس هقضيه مثلا مع مامتي يعني. انت بتحب ماما قوي صح؟ جدا. ده واضح. طيب بينا. لو اتحطيت في ظروف معينه غير اللي انت فيها دلوقتي، يعني م. مثلا انت دلوقتي في مدرسه كويسه، مستوى اجتماعي معين، لو اتحطيت في ظرف ان كل ده هيتلغي ومضطر ان انت تسيب المدرسه خالص وتنزل تشتغل عشان تجيب فلوس وتصرف وكده، رد فعلك هيبقى عامل ازاي وهتعمل ايه في الموقف ده مع اهلك في البيت؟ حاسس ان انا اكيد هيبقى رد فعل عصبي اكيد عشان انا عصبي، بس انا من النوع اللي هو خلاص طالما اتحطيت في الموقف هتعامل بقى، اشوف بقى ايه الدنيا اللي انا اقدر اعمله هعمله. ايه الحاجه اللي لو مش حرام تعملها على طول من غير ما تفكر؟ حاجه مش حرام اعملها على طول من غير ما افكر. انا تقريبا عملت كل حاجه حرام بعدين برجع اندم. يا نهار اسود. لا ما تخلينيش اسالك اقول لك ايه هي الحاجات الحرام اللي انت عملتها. لا ما ده اكيد مش هرد يعني ده وانا مش هسال اصلا. بالزبط. لا بس ما الرد ده رد صادم قوي، مستحيل تكون عملت كل حاجه حرام. اكيد لا ده انت ما تلحقش حتى يعني. اكيد بالظبط. ها ده حاجه وحيده ممكن طيب اقول لك. فكر في حاجه، انا ده سؤال وجودي يعني. إيه الحاجه اللي لو مش حرام يبقى نفسك تعملها؟ يعني نفسي اعمل تاتو. بس انت شايف ان انت اون تراك دلوقتي، ولا فايتك حاجات ما تعرفهاش بتعرفها دلوقتي، ولا تعرف اكتر من اللازم؟ الحته اللي بره المدرسه عامه لا انا اون تراك، وبقيت يعني حاسس ان انا اصلا في الفتره ديت انا واعي اكتر من ناس كتير قوي يعني اكبر مني عامه. في المدرسه لا عشان لسه مثلا ناقل المدرسه مثلا من 3 سنين، ففيها بقى حاجات بقى انا فوتها خالص يعني. اول ما نقلت المدرسه كانت بالنسبه لي يعني واعي في الحياه، صدمه حضاريه يعني. واعي في الحياه اكتر من التعليم بكتير. طب واعي في الحياه عشان انت معتز، ولا عشان الجيل كله واعي اكبر من سنه شويه؟ الاثنين. هو الجيل واعي اكتر من سنه بكتير. ليه؟ ما اعرفش، بس يعني مثلا يعني انا بالنسبه لاصحابي هو يعني خلاص، لان احنا كلنا مثلا كل واحد خلاص بينزل يتعامل، يعني الاهالي بتسيب فرصه لاولادها ان هي تنزل تشوف ايه الدنيا اكتر يعني من عن الاجيال التانية. مش عارف ادوكوا فرصه ان انتوا تشتغلوا وتنزلوا الحياه عشان بالظبط. دي حاجه من وجهه وغير نظرك كده خلاص بقى كل واحد بيعتمد على نفسه، يعني مش اصلا مش هجيب مثلا، يعني مش هجيب مثلا مامتي تتعمل لي دلوقتي. اكيد انا فاهمه ده. انا بقى عايزه اسالك من وجهه نظرك، دي حاجه كويسه ولا حاجه وحشه؟ لا حاجه كويسه طبعا اكيد يعني. انت طيب من الولاد اللي هي ممكن ترجع من الخروجه مثلا بالليل تقعد تحكي لمامتها مثلا ايه اللي حصل، نوع من انواع الدردشه، لو عايز رايها في حاجه، لو عايز تاخد نصيحتها في حاجه؟ لا انا بعمل كده اصلا على طول من غير حاجه. بتعمل كده؟ وبتسمع كلام ماما؟ مش لا والله بسمع كلامها يعني. اللي بيسمع الكلام او اللي بيستشير اهله في حاجه او كده بيقولوا عليه فرفور. صح؟ واللي بيروح بدري سندريلا. بجد؟ اللي هو بدري بقى ده الساعه كام؟ 12 مثلا. بيسموه بيقولوا له سندريلا. انا اللي بقول لهم سندريلا. انت اللي بتتريق. اوكي. عايزك تقرا، هديك مجموعه فنانين بيقولوا رايهم في الجيل بتاعكم. تمام. جنزي، هتقراهم وهترد عليهم، انت تعمل قاعده. تمام. يلا. هو الضرب ما بيطلعش رجاله؟ بيطلع متخلفين غالبا. اي نوع من انواع الضرب؟ اي نوع من انواع الضرب، حتى بس مش يعني مجرد التعنيف مش اكتر. لا هو غلط في العموم، لان هو الولد بعد كده هيرد ده في حاجه اضعف منه، اللي هي غالبا بتبقى الحيوانات يعني اللي بتبقى في الشارع. طب ده رايك دلوقتي اللي انت بتقوله، مع ان ده عكس كل اللي انت قلته من اول الحلقه. انت دلوقتي بتقول الضرب هيطلع متخلفين، ما المتخلفين دول هم الجيل الاهالي اللي بيربوكوا دلوقتي. ما هو فقد الشيء يعطيه. يعني انا دلوقتي اهلي مثلا نفترض ان هو مثلا حد منهم اتضرب،
اكيد هو ما كانش حابب ده وهو صغير، فاما يجي يربي عياله مش هيضربه. مش دايما، مش شرط، لان في دلوقتي زيك ومن جيلك وبيتضربوا ما عادي هو برضه. ما اموتش ان ده ما بيحصلش، بقول ده لما بيحصل بيطلع ناس مش سويه، وهتلاقي ان هو بيرد ده في حاجه اضعف منه. او اقل بيبان في ابهى صوره، اللي هو مثلا ان انا احاول ان انا ابقى قاعد مع شله واطلع حد مسرح. يبقى تقصد تقول ان يبين قوته في اي حاجه عشان هو حاسس بالضعف في البيت. مش قوته بقى، بيحاول يداري نقصه. بس يعني الضرب بيطلع مشاكل وعقد في الولاد ده 100% يعني مش حاجه بس ده جديد، ده دلوقتي مع التربيه الحديثه، لكن قبل كده التربيه القديمه كانوا زمان بيتضربوا وطلعوا رجاله عادي زي الفل يعني، ما حصلش حاجه. حتى لما بيفتكروا دلوقتي بيضحكوا، مش بياخدوها بشكل وحش. لا طبعا، ده هو بيضحكوا ده بيضحكوا من الالم. اصل انت هتعمل ايه؟ حاجه عدى عليها سنين. انا معرفش مين هيروح يضرب ابوه يعني؟ او مين؟ لا طبعا انا مستحيل. ما حدش عنده الجرأه حتى ان هو يروح ان هو يروح يعاتب ابوه، يقول له انت ليه عملت فيها وفيها، هيقول لك ما انت طلعت زي الفل. هل هو طلع زي الفل؟ اكيد لا. ولما بيفتكر الحاجات دي اكيد بيتضايق من جواه وما بيظهرش ده. اكيد ممكن هو ما بيظهرش ده، ممكن يكون ما بيظهرش فعلا، بس هو واستحاله ان هو يبقى متقبل الموضوع ده. هو بيقلبه هزار عشان هو يعدي بس. ده زي اي حاجه عامه، ما كل يعني مصر كلها بتعمل كده. اي حاجه بتوجع تتقلب هزار بس. انا طبعا اكيد مش باكد خالص على ان الضرب دي حاجه صح، انا بسمع بس اراء الجيل ده في التربيه القديمه والجديده وموضوع الضرب وكده، لان اللي انا اكتشفته واتصدمت منه الحقيقه ان لحد دلوقتي في ناس بتضرب ولادها وبتربيهم بالضرب. دي حاجه مش هتروح اصلا، بس يعني للاسف يعني. باسم سمرة، انا بحب باسم سمرة. باسم سمرة قدوتي يا جماعه، انا بعشق باسم سمرة. دي مش تربيه حديثه، دي قله ادب. انا ما عنديش الكلام ده ما بشجعش عليه. احنا عندنا ديننا واخلاقنا، والتربيه الحديثه دي التربيه بره مش هنا في مصر. احنا فلاحين من المنصوره كده يطلعوا اجيال مش سويه. انا عامه معاك يا استاذ باسم سمرة في اي حاجه انت تقولها. الله، في اي حاجه انت تقولها الله، مع ان ده ضد كلامك ورايك من اول الحلقه. باسم سمرة يعمل اللي هو عايزه لان ده قدوتي زي ما انت بتطبل بقى. بس هو ما هو يعني انا عايز اعرف هو قال كده على انهي موقف. انا ما معيش الموقف اللي هو قال عليه كده. ممكن اغير رايي معاه. يا سلام ماشي. اوكي. مش ثابت على اسامه منير. استاذ اسامه منير بيقول ما تربيش عيالك تربيه ايجابيه، ربيهم زي ما تربيت. العيال من دول تربيه ايجابيه تربيه تربيه ايجابيه يطلع بجح وقليل ادب متطاول على اهله ويناقشك باستفزاز. كل ده من التربيه الايجابيه. اعتقد مفيش اي حاجه من اللي هو بيقولها دي. ده غالبا يعني اتربيهم زي ما اتربيت، فده حاجه غلط 100%. لان واحد مثلا اهله كانوا بيجلدوه مش هيطلع بيجلد عياله يعني. وده غلط يعني. ما اعتقدش ان حد هيحب كده يعني. محدش هيحب ان هو يكرر اللي حصل له وهو صغير. هو بيتكلم على الحاجات الطبيعيه، ما فيش حد. احنا مش بنتكلم برضو على حد بيجلد عياله اكيد. احنا بنتكلم على الحاجات الريزنبل. فكره غلط عموما. اربيهم تربيه ايجابيه. حصل غير كده ان هم طلعوا ان هم بيتطاولوا على ابوهم او امهم، فده تاثير منه هو اللي ما عرفش ان هو يربيهم صح. بس انا مش هربيهم تربيه ايجابيه بس اسيب الواد يقل ادبه عليا يعني. بس ده غلط. الفنان احمد عوضي بيقول جو التربيه الايجابيه والنوتي كورنر ما يطلعش راجل. اما انا معاه في الحته دي لان النوتي كورنر فعلا ما بيطلعش راجل. بس التربيه الايجابيه انا ما اعرفش ايه التربيه الايجابيه بصراحه. بس يعني لو على قد طبلاتي والله العظيم. هو ايه النوتي كورنر ده؟ الكلام بيتقال هو بس لما يبقى الشخص اللي بيقوله عجبك تقول انا معاه وتمام وانا مش عارف قصده ايه. لما الكلام يبقى حد مش عاجبك او ما بحبش من دول كلهم غير باسم سمرة. ده ما قالوش انا مش جايباك هنا عشان تقول لي انت بتحب مين وما بتحبش مين. طبعا احمد عوضي ليه يعني؟ انت غريب جدا. ايوه مفيش حد بيتعاقد من النوتي كورنر وانا اجيب ابني واوقفه في النوتي كورنر. ده دي التربيه الايجابيه. لا التربيه الايجابيه ان انا ابقى مصاحب على ابني. ده مش عنف. لو كنتوا جبتوا باقي اللقاء نفسه كان يقول لك بقى ان انا لا ما تصاحبش على ابني وما يقوليش ازيك ومش ازيك. لا ده نفسه ده كده غلط. بس انتوا جايبين على قد ايوه هي الحته اللي تخص التربيه الايجابيه. هو بيقول ان العقاب لازم يبقى عنيف مش نوتي كورنر وكده. ده ما بيطلعش رجاله.
انا كده كده ضد ان هو انت دلوقتي بتقول الضرب برضه ما بيطلعش رجاله، فانا عايزه اسمع رايك. طب ما ده لا، هو الضرب ما بيطلعش رجاله كده كده وغلط. والنوتي كورنر التربيه الايجابيه اللي انت لسه قايل عليها، لا لسه أيوة. انا لسه قايله دلوقتي. قلت ان كل واحد يعني اسمه ده بطريقه العقاب بتاعته. في حد انت ممكن تاخد منه موبايل يتجنن وايا كان بقى تهمشه ولا بتاع، لو هو ابنه جاي معاه النوتي كورنر ان هو يوقفه في اخر الاوضه في الزاويه وابنه هيتضايق يعمل معاك كده، ما عنديش مشكله طبعا، مش هيمد ايده. هو مش هيمد ايده، هو كده كده هو معترض، على النوتي كورنر. ما هو ده غلط. ركز، هو معترض على النوتي كورنر. لا النوتي كورنر يعني هو من وجهة نظره النوتي كورنر حلو يا استاذ احمد. الضرب وحش، ما تعملش كده عشان ما تطلعش ابن حضرتك كده عنده عقد. بس خلاص. جان زي جيل مظلوم ولا محظوظ؟ لا مظلوم. مظلوم في ايه؟ ان انا كل ما اقعد مع حد اكبر مني يفضل يقول لي يا ابني انت ما شفتش وما عملتش وبتاع. طب هو انت ليه صنفت الجيل فيك انت اصلا؟ انا بقول لك الجيل. لا ده اغلبنا تقول لي انا لما حد بيقعد معايا يقول لي هو انا مش من الجيل ولا ايه؟ ايوه من الجيل طبعا، ما انا جايباك هنا عشان انت من الجيل. انت مستضيفاني انا، مش مستضيفه الجيل يعني. ايوه ماشي، بس انا عايزه رايكم. ما هو مش انت من الجيل؟ ايوه رايي بقى في العموم. هو احنا بيستصغروكوا بالظبط كده. ده غير بقى ان هو بالنسبه لهم احنا اي حاجه بنعملها ما تبقاش كفايه، وشايفين اللي هو انت ما شفتش، انت متدلع، انت واحنا اللي هو لا، احنا بنبقى عندنا حاجات كتير يعني. جيل لا محظوظ ولا لا محظوظ. جريء ولا بجح؟ جريء ولا بجح؟ الاثنين. احنا جراحين عندي، ممكن يبقى فينا الاثنين. اوكي لا الاثنين. ايه اللي ناقص الجيل ده عشان الناس تبطل تعترض او تكومنت عليه بالطريقه دي؟ انتوا جيل واخد صيت جامد قوي جان زي ده. اولا ليه؟ ثانيا ايه الحاجه اللي ناقصه تعدل هذا السلوك؟ من ناحيه ايه السلوك؟ ايه بالظبط اللي هو يعني انا بقولك انتوا جيل منتقد جدا جدا الفتره دي، فانا بسالك منتقد ليه؟ وايه الحاجه اللي ناقصاه عشان محدش ينتقده، او يبطلوا يعملوا ايه عشان محدش ينتقده؟ هي الحاجات اللي احنا يعني اللي بننتقد عليها دي، يعني دي بتبقى فئه في الجيل صغيره يعني. بس هي الفئه دي ظاهره دلوقتي عشان زي ما انت قلتي السوشيال ميديا والكلام ده، وان احنا متوفر لها حاجات كتيره. بس في نفس الوقت هي الحاجات دي اكيد 100% بتنطبق على باقي الاجيال. بس هو الفكره ان في الاجيال اللي قبلنا ما كانش فيها الحاجات اللي تظهر ده. يعني انت قصدك ما تظهرش النقطه يعني دي. يعني انت قصدك ان السبوت عليكم قوي عشان انتوا في سوشيال ميديا، عشان احنا جينا في عز الكلام ده يعني. بس لكن ده كان بيحصل من زمان اوريدي 100%. يعني مثلا انت شايف ان يعني مامتك مثلا ربتك بنفس الطريقه اللي هي اتربت بيها 100%؟ لا برضه. طيب يبقى في تغيير اهو، في تربيه زمان وتربيه دلوقتي، يبقى في جيل زمان وجيل دلوقتي. بس هو في نفس يعني في نفس الحته دي اكيد في عيله تانية مثلا غير عيله مامتي كانت بتربي بنفس الطريقه اللي انا بتربي بيها دلوقتي يعني. لا انا مش فاهمه. يعني مثلا كان في حد تاني مثلا، مش لازم يعني مش لازم مامتي تبقى متربيه بنفس الطريقه اللي هي تربيني بيها، بس هتلاقي شخص تاني كان في زمن مامتي متربي بنفس الطريقه اللي انا متربي بيها دلوقتي عادي. فهمتي؟ لا والله ما فاهمه انت بتقول ايه. يعني مثلا في شخص اكيد كان بيربي بطريقه كويسه برضو، بنفس الطريقه اللي انا متربي بيها دلوقتي، بس على ايامهم. اوكي زمان. يعني عائلات لا هو زمان لا كلهم هو بنفس الطريقه يعني. لا دي حاجه انا ممكن اكدها لك، ان هو زمان ما كانش فيه قوي الحاجات اللي موجوده دلوقتي يعني. اللي زمان هي ايه؟ انا عايز اعرف اللي الحاجات. هي ماشي هقول لك الحاجات. الخروج الاوفر اللي انتوا بتخرجوه كتير قوي زياده عن اللزوم، انتوا ما بتقعدوش في البيت نهائي. ما كانش حد زمان يقدر يروح المدرسه ويسكيب الحصص، مستحيل. ما كانش في حاجه اسمها الكلام ده. انا ما بسكبش الحصص. انت ما بتسكبش، لكن اغلبيه لا كتير. اغلبيه الجيل ده يا ما بيروحوش المدرسه اصلا، يا اما لما بيروحوا بيسيبوا حصصهم ويقعدوا حتى لو هيلفوا في المدرسه او يقعدوا في الحمام عادي. خروج كل يوم. في رفاهيه ما كانتش في الجيل بتاع زمان. طب عامه الجيل بتاع زمان كان بيزوغ من المدارس بقى، مش بيروحوا بيسكيب الحصص يعني. ودي حاجه انا اقدر اكدها لك 100%. مش بالطريقه دي يعني. ده لو حصلت هيبقى 1 2 3 10% من الجيل كله، لكن خالص دلوقتي هو مش 3 في 10%. هو ما هي دي الفكره ان انتوا فاكرين ان هو 3 10%. انا بقول لك ما هي دي برضو جزء قليل جدا في الجيل بتاعنا، بس عشان احنا تحت السبوت فانتوا مركزين معاه. بس لا خالص، انتوا لو كنتوا ساعتها على وقتها وكنت تحت نفس السبوت ده، كنت هتلاقي ان هم كتير جدا، مش 10% بس. قول مسج لجيل جان زي، تقول لهم ايه منك من خلالك مسج؟ يعملوا اللي هم بيحبوه خلاص يعني، يسيبهم من كلام الناس.
كل واحد يعمل اللي هو بيحبه خلاص. زي ما قلت لك ان هو منتقد قوي ودايما بيرموا اللوم على الاهل، فعايز اسمع رايك، هل لو في تاثير من حد هيبقى من الاهل فعلا ولا جنزي بيستهبلوا؟ لا 100% من الاهل. 100%. الجيل بتاعك بيحترم الكبير ولا لا؟ على حسب الكبير ده، لو هو يعني محترم نفسه يعني. لازم الكبير هو اللي يحترم نفسه في الاول. ناس كبير، مش قصدي والله، في ناس كبيره يعني هي ما بتحترمش نفسها. طب انا بتكلم في العادي، انت ليه بتاخدني للأسوأ دايما؟ انا بتكلم في العادي. راجل عادي اكيد محترم. لا والله بيحترم، لا بيحترم الكبير عادي. دي حاجه يعني بتفضل بيجري فيها. طب بالنسبه للاخلاق العامه، الشتايم والضرب والخناق اللي في الشوارع، والالاف الشباب اللي بيبقوا متواجدين في كل منطقه ليهم اسم وحته كده بيقعدوا فيها كل خميس مثلا، واحنا معديين عادي واسمع الفاظ واسمع شتايم واسمع ده ملوش علاقه بالسوشيال ميديا. ماشي ده موجود، بس هو انتوا يعني دلوقتي انا حسيت ان انا ما بقتش عارف افرق مين مثلا اللي هم ولاد الناس ومين اللي هم مش كده يعني. حلو. بس مش عشان حاجه، عشان هو دلوقتي بقت يعني كلنا نفس طريقه اللبس، كلنا في نفس حاجه، حتى اختلاف الطبقات بقى كله نفس اللبس. حلو جدا. طيب ما انت معايا اهو في اللي انا بقوله، اصل انا مش بالف يعني، انا مش بفتري عليكم. طب بتعمل ايه في حياتك انت؟ في تمرين، في يعني احكي لي يومك كده عامل ازاي؟ ماشي، بروح المدرسه، برجع، بنام، اصحى الساعه 1 ايه بالليل، ابتدي امل الشنطه واكل وكل حاجه، اصحى لحد ما الباص يعدي عليا، وهكذا بقى اليوم. لما بيبقى عندي تمرين او درس بصحى بقى. لحظه، انت بترجع من المدرسه تنام وتصحى 1 بالليل؟ ايوه. وتفضل صاحي بقى مطبق للمدرسه. بس هم بوظوا لي الروتين ده عامه مؤخرا يعني. ده مين اصلا اللي عمل لك الروتين الخطير ده؟ انا عايزه اسمع منك نقد. أيوة. على جنزي. ايوه. تقول ايه؟ بتنقدهم في ايه انت؟ ان الدنيا سايبه قوي. بمعنى يعني الاهالي بقى اللي هي بتسيبهم براحتهم بيسيبوهم قوي. بس فما بيبقاش فيه كنترول يعني مش يعني ما بيبقوا فاكرين ان هم كده، بس هو دي بتبقى اصلا حاجه من يعني من عيالهم نفسها. لان هم ما بيقدروش الثقه اللي اهلهم حاطينها فيهم يعني. في لفظ كده انا هقوله لك، وانت قول لي شفته فين اول مره وايه رايك فيه، اوكي؟ مش شتيمه اكيد، انت بتبص لي كده ليه؟ اكيد مش هشتم يعني. مثلا المساكنه. سمعت عنها فين قبل كده المساكنه دي؟ كان بس ده ما كانش في تيك توك، ده كان على التلفزيون عادي يعني. كنت عارف يعني ايه المساكنه؟ اللي هو تقريبا 2 يعيشوا عادي مع بعض بس وهم مش متجوزين. وانت بقى ايه رايك في الموضوع ده؟ انا شايف كل واحد حر بصراحه. افندم؟ كل واحد حر. انا مالي طيب. مش انت يعني. مالك؟ انا مش انا ضد الفكره، ماشي ما عنديش مشكله، انا كمعتز ضدها، بس اللي عايز يعمل كده براحته، انا مالي. لا والله. وانت ضد الفكره عشان ايه بقى؟ انا ضد الفكره. ليه انا واخلي عيالي لو ان شاء الله ما يعملوهاش وانا ما اعملهاش. ايوه ماشي خلاص تمام، عرفنا ان انت كمعتز ضد الفكره، بسال بقى ضد الفكره ليه؟ عشان دي حاجه حرام. يا الحمد لله على السلامه، انت لسه واخد بالك؟ انا مش ربنا بقى عشان احكم عليهم في الارض، انا مالي ما يعملوا اللي هم عايزينه اصلا. إيه يا ستي، يعيشوا بقى مع بعض، يشوفوا بقى حياتهم، انا بره عني. اوكي بس في حاجات ما ينفعش فيها الكلام اصلا، عشان ده ولا عندنا ولا ديننا ولا اي حاجه في الدنيا. المساكنه حرام، شكرا قولا واحدا. ديننا انا امشي بديني، انا بقول انا ضد ده. انا امشي بديني، لو شفت حد بقى بيعمل كده براحته انا مالي، انا هروح اموته؟ لا ما قلتلكش تروح تموته، بس طب ولا هروح اقول له هو عارف الصح من الغلط، مش هروح اقول له ان ده غلط. على الاقل تعبر عن رايك. على كده بقى لو شفت واحد كمان مثلا ملحد، برضه مش هتوجهه، مش هتحاول توجهه للصح مثلا. دي برضه من ضمن الحاجات اللي بقت بتظهر لنا فجاه على السوشيال ميديا. واحد ملوش دين نهائيا مثلا، بالنسبه لك بتشوف ده ازاي؟ بصراحه شايف ان هو عايز ياخد الاتنشن يعني. فما بكلموش عشان ما ادوش الاتنشن اللي هو عايزه. اوكي. ده زي كده الناس اللي هم بيرقصوا على التيك توك، فانا اقوم بقى اقول لهم ده غلط، فاقوم داخل اعمل لايك مثلا، او ادخل ابص. طب انا كده بعللهم يعني. صح هي وجهه نظر برضو، انا معاك في ده جدا. لو لقيت حد بقى ملحد في الحقيقه قدامي بالظبط، هو ده اللي انا بساله، هقوم رايح قايل له بقى يا عم مش عارف كذا كذا كذا. هو كده هيبقى عارف الكلام ده، اخد بكلامي كان بيها، ما اخدش بكلامي هسيبه براحته برضه. بس انت كشخصيه كمعتز مش ممكن ابدا تتاثر بالحاجات دي، صح؟ لا، لانك مقتنع وعارف من جواك ايه الصح وايه غلط وايه الحلال وايه الحرام. بالظبط كده.
صح ولا انا لا، انا لا، مأمنه لا، فيك لا، زياده عن لا، اللزوم؟ لا 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 بالظبط كده، والشخص اللي قدامي اللي بيعمل الغلط ده عارف ان هو غلط. البقره بتشرب كام لتر لبن في اليوم؟ بره بتشرب ميه شافش قوي. ماشي. ايه هو نبات الجعديد؟ ده ايه نبات الجواديد ده؟ ده اللي هو بيبقى عامل كده وبيستنى الحشا عشان يقفل عليها. لا مش هو ده الوصف اللي انا مش عايزاك توصف لي شكله، انا عايزاك تقول لي هو ايه. نبات بيتغذى بياخد البروتين بتاعه من الحشرات. اي كانت بتقول اي حاجه، بتقول اي حاجه، اللي هو انا لازم هجاوب، انا مش هينفع اطلع ما بعرفش. صح؟ لا غلط طبعا. الفقره دي تعكس الاجابات. نعكس اوكي الاجابات. يعني أوكي. الاسئله والاجابات معكوسه. ماشي. ماشي اوكي. بشرب سجاير ومخبي على ماما. حصل. فكرت اهرب من البيت كتير بسبب خنقه ماما ليا وتقفلها عليا في كل حاجه. بصراحه كل يوم. مصاحب واحده اسمها نادين ومتفقين على الجواز. طبعا 100%. اصحابي كلهم بيشربوا مخدرات. للاسف. راجل كبير في السن شتمته وغلطت فيه وضربته. دي حاجه بعملها يوميا في المدرسه. ماما بتفتش في تليفوني ماما بتفتش تليفونك كل يوم بالليل بعد انت ما بتنام. كل يوم خلاص تعبت من الموضوع ده بصراحه. سرقت الكريدت كارد بتاعت ماما ونزلت عملت بيها شوبينج. حصل برضه عملت كده. سرقت خاتم الماظ من ماما واديته هديه لصاحبتي. انا عملت كده برضه. اوكي. عمري ما بكذب على ماما ابدا. ليه ده؟ لا ايه ده؟ لا انا عمري ما انا بكذب. لا اوكي خلاص وقعت خلاص. طيب في فقره اسئله وجوديه بقى كده محتاجه منك تفكير وتركيز. ماشي؟ دي لعبه برضو. شهر فبراير فيه كام يوم؟ 30 28. السنه فيها كام يوم؟ 365. ليه في رمله قدام البحر؟ هو السؤال مش كده بقى، السؤال اتفضل عدلي السؤال يا استاذ معتز. ليه في بحر قدام الرمله؟ يعني ليه مثلا مفيش بحر في الصحراء؟ مش عارفه اعمل فيه ايه. اعمل فيه ايه؟ جاوب على قد السؤال. اعتقد لان دي بتبقى حتت صحراويه وبعدين تطلع فيها ميه. هو انت يا بابا ما بتعرفش تقول ما بعرفش؟ ما بتعرفش صح؟ لازم تفتي اي حاجه عامه. اوكي انا عايزك تفتي. يلا هنا الاثنين يلا بينا. يلا. ليه التلفزيون مربع مش مدور؟ اعتقد لان لو كان مدور كان يبقى صغير قوي، لو كان مربع هتشوف الحاجات كلها وانت قاعد. اي كلام. ماشي اوكي. عارف حيوان السيد قشطه؟ ليه اسمه السيد قشطه؟ سؤال حلو عامه والله. طب شكرا يا معتز. اول مره اعطل. اعتقد ما اعرفش يعني هل هو بياكل قشطه؟ انت عامه ما بقاليش، انا بتكلم بجد. ماشي اوكي دي اجابتك. هل دي حاجه هو بياكلها مثلا؟ ماشي انه دي اجابتك ان هو ممكن يكون بياكل قشطه كتير مثلا. طيب ليه دلق القهوه خير؟ عشان قهوه سودا فما تدلق خلاص كده السواد راح. بجد؟ اعتقد يعني. طب ليه في العزا بيشربوا قهوه وفي الفرح بيشربوا شربات؟ لان العزا بتبقى حاجه كئيبه فبيشربوا حاجه سودا. الفرح بتبقى حاجه سعيده فبيشربوا حاجه ملونه. ماشي. هو ازاي الناس زمان كانوا بيصحوا من النوم من غير منبه لو عندهم ميعاد؟ كان عندهم ديك. انت ممكن تصحى على صوت ديك دلوقتي؟ لا انا بسألك. انا ممكن اربي ديك عندي في البيت. طيب ليه بيقولوا ازاي تخش عليا من غير لا احم ولا دستور؟ ايه الدستور ده؟ طب ايه الاحم؟ لا الاحم انك تقول كده. دي سهله. ايه الدستور بقى؟ الدستور ده اعتقد القوانين اللي هي بتحدد ان انا يعني اعمل ايه وما اعملش ايه فالدستور صح. اوكي. اتبسطت جدا. في حاجه عايز تقولها؟ لا في اي مسج عايز تقولها خالص؟ قلت كل المسجات بتاعتي. قلت كل اللي عندك. قلت كل اللي انا عارفه. سيبوني بقى. احنا خلصنا يا معتز. ثانك يو. يلا